تخيل أن الملك غاضب منك، لكن بدلاً من أن يقطع رأسك أو يلقيك في السجن، يبتسم ويمنحك هدية فاخرة عبارة عن فيل أبيض. ذلك الفيل نادر ومهيب ومقدس، لا تستطيع رفضه، لأن رفض هدية الملك يعني الموت. لكنك لم تفهم بعد، لقد وقعت في فخ مدمر. هذا الفيل لا يمكن بيعه ولا يمكن تجاهله، يحتاج إلى 150 كيلو طعام يومياً، حمامات ماء متكررة، زيوت باهظة لحماية جلده الرقيق من الشمس. وإن تأذى الفيل تعدم، وإن جاع تعدم، وإن مات يعدمك الملك أنت وعائلتك. وهكذا تبدأ رحلتك إلى الجحيم. كل ما تملك يصرف عليه، بيتك ومالك وتجارتك، حتى أولادك ينشؤون فقراء، وكل ذلك لأنك قبلت هدية من الملك. لذلك عرفت تلك الهدية بالأسوأ في التاريخ: انتقام ناعم بلا دماء، لكنه يفلسك، يحاصرك، يدمرك ببطء، حتى لا يبقى منك شيء سوى صدى ضحكة الملك في أذنك.